الرئيس أحمد الشرع هرب والنظام السوري الجديد سقط، هيك عم بيقول العميل وئام وهاب بتسجيل صوتي، خاصة بعد المشاكل الحاصلة بين الحكومة السورية وخيانة جماعة الهجري وفئة كبيرة من الدروز في سوريا لسوريا واستقوائهم بالإسرائيلي. خلونا نسمع وئام وهاب اللي كان دائما واقف مع جماعة نصر الله وحزب الله والمقاومة والممانعة، واللي تحول فجأة لعاشق للكيان الصهيوني، اللي تحول فجأة لعاشق لقضية الدروز بما أنه هو درزي، وتفوقت طائفيته على كل كذبه على مر السنين بمعاداة الصهاينة وإلى آخره والمقاومة والممانعة. نبهناك صباحا يا أحمد الشرع، ما كنت تقنع. انت اهلك معاشرين الدروز، وانت لازم كنت تعرف الدروز. مازال جدك كان يقاتل مع سلطان الأطرش، كان لازم يكون شرح لك شو الدروز. انت غلطت غلطة عمرك وستدفع الثمن وستحاسب. وانتوا يا اهلنا بالسويدة، يلا الى استعادة كل المواقع، استعادة كل المواقع. احمد الشرع هرب، احمد الشرع هرب من القصر، وان شاء الله خلال ساعات رح نعلن النصر. ما حدا منكم يساوم، ما حدا منكم يخاف، ما حدا منكم ابدا ترمش عينه. بدمكم رح ترسموا صورة سوريا جديدة. يلا، هذا النظام سقط. إن كانوا جماعتك أعلنوا التبعية واستجدوا الكيان والأزرق للتدخل في سوريا وضرب مبنى الأركان في دمشق، وأعلنوا عمالتهم بشكل كامل للكيان، وأنت كشفت عن وجهك الحقيقي يا مجنون يا مخرف، فنحن الشعب السوري كلياتنا خلف قيادتنا. ونحن الشعب السوري صدقني إذا بيصير على القيادة شيء لنخلي ليلكم نهار ونهاركم ليل. الرئيس الشرع حاليا عم يدفع ثمن عدم عقده لاتفاق وعدم قبول شروط الكيان لعقد معاهدة السلام. فالكيان فلت عليه عملائه في الداخل السوري، إن كانوا القسديين ولا الهجريين ولا الفلول ولا إلى آخره. زوبعة في فنجان بإذن الله تعالى، ورح ترجعوا أنتوا تبوسوا صرامي الحكومة السورية، لأنه 23 مليون سوري وراها لهي الحكومة. تحياتي. نسيت اقول لك يا وئام وهاب، احتمال تكون روحه لحسون الملعون حسن نصر الله غضبانة عليك هلا بعد ما انت صفيت مع الكيان الصهيوني ضد الحكومة السورية هلا، واعلنت ولائك للكيان هذا ولكل عملائه بسوريا، فبدك تروح تزور قبره لحسونة وتشرح له ملابسات خيانتك يا وئام.